السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الفرقة الرابعة محاسبة انتظام، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ معاكم دكتور أحمد الجزيري. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المراجعة النهائية لمادة الضرايب. المراجعة النهائية في مادة الضرايب للفرقة الرابعة محاسبة انتظام. النهاردة هناخد الجزء بتاع القيمة المضافة اللي هو الجزء الثاني من المنهج بتاعنا. احنا طبعا اتفقنا ان المنهج عندي سؤالين. السؤال الاولاني هو سؤال الضريبة على الارباح التجارية والصناعية، وده سؤال الدكتور قال هجيبه مقالي. السؤال الثاني هو سؤال على القيمة المضافة، وده برضه هيجي بس هيجي بابل شيت، لا اما هيجي في صورة صح وغلط، لا اما هيجي في صورة اختيار من متعدد. النهارده هناخد الجزء بتاع القيمة المضافة ونشرحه مع بعض واحدة واحدة، ونشوف الدنيا ماشية معانا ازاي في الجزء بتاع القيمة المضافة. طيب عندنا في الموضوع بتاع القيمة المضافة ازاي احسب الضريبة على المدخلات والضريبة على المخرجات. ادي الموضوع بتاعنا، الضريبة على القيمة المضافة. ازاي ابدا اشتغل واحسب الضريبة على المدخلات، والمدخلات هنا المقصود بيها المشتريات، والضريبة على المخرجات، والمخرجات هنا مقصود بيها المبيعات. مبدئيا خلينا نتفق ان سعر الضريبة بتاعتنا 14%. سعر الضريبة على القيمة المضافة 14%، سواء كانت مدخلات او كانت مخرجات. طيب تعالى معايا كده اقول لك ان عندك اول حاجة ضريبة القيمة المضافة 14%، سواء اتكلمنا على مدخلات اللي هي المشتريات، او اتكلمنا على مخرجات اللي احنا اتفقنا هنسميها ايه؟ قال لي هنسميها مبيعات. طيب تعالى معايا اشرح لك شوية حاجات كده اساسيات. حضرتك المدخلات بتاعتك او المشتريات حاجة من اتنين، لا اما بتشتري مواد خام او بتشتري سلع من السوق المحلي، سوق محلي، او السلعة دي انت بتجيبها من بره فبتعمل لها استيراد من الخارج. يبقى انا دلوقتي السلعة بتاعتي لا اما اجيبها هنا من مصر من السوق المحلي، لا اما اجيبها من الخارج. والضريبة بتاعتي كام في المية؟ الضريبة بتاعتنا 14%. طيب السوق المحلي دوت بيبقى حاجة من اتنين، لا اما حضرتك بتشتري من بائع في السوق المحلي مسجل لدى مصلحة الضرايب، يبقى انا بتكلم على بائع مسجل، او بائع غير مسجل. يبقى انا دلوقتي لما بشتري من السوق المحلي بشتري من واحد من اتنين، لا اما البائع بتاعي مسجل، لا اما البائع بتاعي غير مسجل. طيب لو انا اشتريت من بائع مسجل فهاخد منه ضريبه 14%. يبقى سعر الضريبه على المدخلات من البائع المسجل 14%. اما البائع الغير مسجل ما باخدش منه ضريبه، لان انا اصلا ما بعرفش البائع ده لانه ملهوش سجل عند مصلحه الضرايب. طب لو انا بشتري من بره، الاستيراد ضريبته برضه 14%. يبقى انا عندي الضريبه على القيمه المضافه للسلع المستورده من الخارج 14%. السلع اللي حضرتك بتحصل عليها سواء سوق محلي بائع مسجل 14%، بائع غير مسجل يبقى الضريبه بتاعتنا فيها صفر. المخرجات، كلمه مخرجات معناها مبيعات. ببساطه كده انت ممكن كمصنع تشتري مواد خام تعمل عليها عمليه انتاجيه، فبتحمل تكلفه اجور، مصروفات، عناصر انتاج، الحاجات دي كلها، فبعد كده المنتج بيطلع معاك في شكله النهائي بتبيعه. فانت بتحسب الضريبه اللي انت اتحملتها في عمليه الشراء، وبتحسب الضريبه اللي انت هتدفعها او هتحصلها في حاله البيع. طيب يبقى انا بالنسبه للمخرجات عندي حاجتين، لا اما هتبيع في السوق المحلي، لا اما هتعمل عمليه تصدير للخارج. تصدير للخارج. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجه المدخلات من سوق محلي او بستورد من الخارج. المخرجات اللي عند حضرتك
لا اما بتشتري من السوق او بتبيع في السوق المحلي او بتصدر للخارج. ضريبة القيمة المضافة في عملية التصدير 0%. ما باخدش منك ضريبة طول ما انت بتصدر وبتدخل عملة اجنبية للبلد. طب حضرتك لو انا ببيع في السوق المحلي، الراجل اللي انت بتبيع له البضاعة ديت هو مسجل لدى مصلحة الضرائب ولا غير مسجل؟ قال لي لا، الراجل ده مسجل لدى مصلحة الضرائب. طالما مسجل هاخد منه الضريبة 14%. قال لي غير مسجل يبقى مفيش ضريبة، 0. يبقى انا دلوقتي لخصت لك كل العمليات على المدخلات والمخرجات. نقولها واحدة مع واحدة كده مع بعض. المدخلات، لا اما حضرتك بتجيب بضاعتك من السوق المحلي او بتحصل على البضاعة من السوق المحلي او بالاستيراد من الخارج. الاستيراد من الخارج هتدفع ضريبة 14%. السوق المحلي لو البائع بتاعك مسجل لدى مصلحة الضرائب هتدفع ضريبة 14%. لو البائع غير مسجل مفيش ضريبة، الضريبة بتاعتنا 0. طب لو انا ببيع هحصل ضريبة. ببيع في السوق المحلي لبائع مسجل هاخد منك ضريبة 14%. بائع غير مسجل الضريبة بتاعتنا 0. هتصدر للخارج الضريبة بتاعت حضرتك 0. ده كده الشكل العام او الاطار العام للضريبة على القيمة المضافة. تعال بقى اقول لك بعض الملاحظات مع بعض. 1. الخصم. عندي نوعين من الخصم، خصم تجاري وخصم نقدي. اول لما تلاقي في المسألة الخصم النقدي كأنك مش شايفه، يهمل. الخصم النقدي يهمل، فاضل الخصم التجاري. حضرتك هتحسب الخصم التجاري. وبعد ما تحسب الخصم التجاري هتسجل القيمة بالصافي وتحسب عليها الضريبة 14%. يبقى الضريبة على المدخلات او الضريبة بتاعت المبيعات في حالة وجود خصم تجاري لازم يتحسب. هديك مثال. حضرتك رحت اشتريت بضاعة ب100,000. الدكتور قال لك في خصم 10% تجاري و5% نقدي إذا تم السداد خلال أسبوع. يبقى حضرتك لما تيجي تحسبها هتشتغل على الخصم التجاري. هتقول لي أنا كنت شارب 100 اداني خصم 10%، يعني خصم لي من 100 دول 10,000. يبقى صافي القيمة هي عبارة عن قيمة المشتريات 100,000 ناقص 10,000 قيمة الخصم، يبقى 90,000. يبقى حضرتك لما تيجي تحسب لي ضريبة المدخلات هتحسب ال 14% سعر الضريبة من 90 مش من 100 اللي انت شاري بيها. يبقى الخصم التجاري لازم حضرتك تحسبه وتطرحه من القيمة، هيديك الصافي، اضربه في الضريبة بتاعتك. طب والخصم النقدي؟ قلت لك الخصم النقدي يهمل كأنه مش موجود عندك في المسألة. ده كده الجزئية بتاعت الخصومات. تعال اقول لك على جزئية تاني، الرسوم الجمركية. ليس هناك اي اعفاء في الرسوم الجمركية لما حضرتك تيجي تحسب المدخلات. لا يوجد اي اعفاء للرسوم الجمركية. يعني حضرتك لما بتشتري حاجة من بره، بتستورد سلع من بره، ما تجيش تقول لي في اعفاء جمركي، لا. لما اجي احسب لك قيمة المدخلات هحسب لك الرسوم الجمركية كلها بالكامل. يجي الدكتور يقول لك ايه؟ تم سداد 5 مليون جنيه رسوم جمركية وهناك اعفاء من الرسوم الجمركية 30%. يعني انت دفعت ال5 مليون بعد ما ادوك الاعفاء اللي هو 30%. يبقى ال5 مليون اللي انت دفعتهم دول اصلا بيساوي 70%. وانا قايل لك ان الرسوم الجمركيه ما فيهاش اعفاءات،
فحضرتك عايزك تحسب لي القيمة كلها قبل الرسوم او قبل الاعفاء. عايز احسب القيمة قبل الاعفاء. طب اعمل ايه؟ اقول لك انا دافع 5 مليون وكنت واخد اعفاء 30، يبقى الخمسة بيساوي 70. انا مش عايز ال70، انا عايز ال100. اضرب طرفين في وسطين. 5 مليون في 100 على 70، يبقى ال5 مليون في ال100 على 70 هيديني القيمة كلها قبل الإعفاء للرسوم الجمركية. وده اللي أنا هشتغل عليه في المدخلات. لما أجي في المخرجات أشتغل في المخرجات، هتشتغل على الرقم بتاع الرسوم الجمركية المسددة. يبقى الرسوم الجمركية بتشتغل على الرقم الإجمالي. قال لي بشتغل على الرقم الإجمالي، بس ده في حالة المدخلات. بشتغل على المدفوع فعلي، بس ده في حالة المخرجات. تعال بقى نبدأ نحل مع بعض أول تمرين على ضريبة القيمة المضافة. بص يا معايا حضرتك، طبعا ده شكل الإقرار الضريبي بتاعنا. ده شكل الإقرار الضريبي بتاعنا. في الإقرار الضريبي أول حضرتك ما بتبدأ أول حاجة بالمخرجات بتاعتك اللي هي المبيعات. أنا قلت لك أنت بتبيع لثلاث حاجات: لا إما سوق محلي خاضع للضريبة أو مسجل، لا إما ببيع لسوق محلي غير خاضع للضريبة فهو غير مسجل، لا إما ببيع بره فبعمل عملية تصدير. يبقى المبيعات سوق محلي خاضع أو غير خاضع أو بتصدر. طيب لو عندك مردودات مبيعات تسجلها وتطرحها من المبيعات. لو عندي مردودات مبيعات خاضعة أو غير خاضعة بتطرح، يبقى إجمالي المبيعات ناقص المردودات يديك صافي المبيعات. يبقى أنا كده خلصت لك الحتة بتاعت المخرجات بتاعت حضرتك. طيب تعالى كده معايا بعد إذنك، بعد ما سجلنا المخرجات هنسجل المدخلات. أهي آدي البند بتاع المدخلات. كلمة مدخلات يعني مشتريات. وانا قلت لك انا بشتري من ثلاث حاجات: لا اما بشتري من سوق محلي خاضع للضريبة، سوق محلي غير خاضع للضريبة، بستورد سلع من الخارج. مشترياتك تاجر مسجل، تاجر غير مسجل يعني خاضع او غير خاضع، او بيجي لي واردات اللي هي المستورد من الخارج. حضرتك بتستورد بضاعة من الخارج. لو عندك مردودات اطرح المردودات من المشتريات دي كلها، هيديك صافي المشتريات. هيديني هنا صافي المشتريات اللي هي صافي المدخلات. طيب حضرتك هتحط لي بقى في الاقرار الضريبي ده ايه؟ قال لي حضرتك انا هحط لك القيمة بدون ضريبة وهحط لك الضريبة. كل رقم عند حضرتك هتحط قيمته، واذا كان خاضع للضريبة احسب الضريبة بتاعته وسجلها الناحية التانية. على سبيل المثال انا كنت شاري من تاجر خاضع للضريبة حاجات ب100,000. ادي ال100,000. الضريبة 14%. 14% في ال100,000 هتطلع 14,000. يبقى انا هنا سجلت الرقم بدون ضريبة وسجلت الضريبة. انا صدرت، انا هنا بايع لسوق محلي. طب انا صدرت بكام؟ قال لي صدرت ب500,000 والتصدير ضريبته كام؟ 0. يبقى هنا 100 وهنا 500، يبقى الاجمالي بتاعي 600. هنا 14 وهنا 0، يبقى هنا الضريبه بتاعتي بكام؟ ب14,000. ده كده مثال بوريك الشكل العمومي للقايمه بتاعتنا. طيب عايز احل معاك التمرين رقم 2 اهو. التمرين الثاني عايزين نحله مع بعض. تعال اقرا لك كده رقم 1: فيما يلي البيانات الخاصة بأحد المسجلين بضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو 2023. الراجل الأول عملية اشترى سلعة من السوق المحلي ب4 مليون خاضعة للضريبة من بائع غير مسجل. اشترى سلعة ب4 مليون من بائع غير مسجل، ثم قام ببيعها في السوق المحلي ب5 مليون. هو اشتراها ب4 بس باعها ب5. الضريبة بتاعت ال4 كام؟ قال لي البائع هنا بائع غير مسجل، يبقى مش هاخد منه ضريبة.
او مش هعرف اخد منه ضريبه، فبالنسبه لي مفيش ضريبه من البائع الغير مسجل. لما باعها في السوق المحلي باعها ب5 مليون وبلغت مردودات المخرجات 100,000. تعال معايا كده قول لي كده المخرجات. هقول لك على كلمتين بس في الاول. لما تيجي تحل السؤال بتاع الضريبه بتاعه القيمه المضافه ابدا بالمبيعات الاول اللي هي المخرجات. حضرتك بعت ب5 مليون، البضاعه اللي انت بعتها ب 5 مليون ديت في السوق المحلي، فقلت لك ان ال5 مليون ديت خاضعه للضريبه. 5 مليون في 14%. 5 مليون في 14% حضرتك بيديني 70,000 جنيه. يبقى ضريبة ال5 مليون عند حضرتك عاملة كام؟ عاملة 70,000. تعالى قول لي المردودات بتاعة المخرجات. المردودات عندك بكام؟ قال لي المردودات هنا ب100,000. يبقى 100,000 كام في المية؟ قال لي 14%. هيعمل لي 14,000 جنيه. تعالى بقى قول لي هنا اشترينا دي المدخلات بقى. اشترينا سلعة من السوق ب4 مليون وهي غير خاضعة للضريبة، يبقى المدخلات ب4 مليون غير خاضعة للضريبة لأن البائع غير مسجل، صفر. يبقى الرقم عند حضرتك هنا بصفر. يبقى أنا حسبت لك ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات. تعال معايا كده نشوفها مع بعض. ادي الحالة الأولى. المخرجات عند حضرتك 5 مليون، فضربت ال5 مليون في 14% اداني 700,000 جنيه. مردودات المخرجات 100,000. 100,000 في 14% ب 14,000. المدخلات من بائع غير مسجل 4 مليون، الضريبة بتاعتنا كام؟ صفر. الضريبة بتاعتنا كام؟ صفر. تعال اقول لك النقطة رقم 2. قام بشراء سلعة من السوق المحلي من بائع مسجل. طالما البائع بتاعك مسجل يبقى خاضع للضريبة ب6 مليون جنيه، بعضها خاضع والبعض الآخر غير خاضع للضريبة. حضرتك أنا اتفقت معاك قسم المسألة بتاعت حضرتك كده حاجتين. ابدأ بالمخرجات الأول وبعد كده اشتغل على المدخلات. ابدأ بمخرجاتك وبعد كده اشتغل على المدخلات. تعال معايا اقول لك على حاجة. انا اشتريت ب6 مليون، بعضها خاضع والبعض الاخر ماله؟ قال لي غير خاضع. ادي حضرتك ال6 مليون هقسمهم حاجتين، في جزء خاضع وفي جزء غير خاضع. انا مش عارف والدكتور ما قاليش الخاضع كام والغير خاضع كام. ما انا عشان كده بقول لك لما تحل ابدأ بالمخرجات الاول بالمبيعات. تعالى اكملك. باع السلعة في السوق المحلي ب9 مليون، منها 5 مليون و400 خاضع للضريبة والباقي غير خاضع للضريبة. حضرتك انا بعت لك في السوق المحلي 9 مليون، الخاضع للضريبة عند حضرتك 5 مليون و400، المعفي من الضريبة عند حضرتك 9 مليون ناقص 5 مليون 400 3 مليون 600. ده الجزء الخاضع وده الجزء المعفي. تعالى بقى نحل ونخلص. الجزء الخاضع دوت تضربوا لي في 14% هيديني سعر الضريبة. الجزء المعفي مالوش ضريبة صفر. حضرتك هتضرب ال5 مليون 400 في 14%، وهنا دوت 3 مليون 600 ضريبتها صفر. انا عايز اجيب ده بقى. لما تيجي حضرتك تحل المدخلات لازم تعتمد على المخرجات، بمعنى احدد ازاي الجزء الخاضع والجزء المعفي بناء على تحديدك المبيعات الخاضعة والمبيعات المعفية. بمعنى حضرتك الخاضع هنا 5 مليون 400 من اصل كام؟ 9 مليون. يبقى لما اجي اكتب الجزء بتاع المدخلات اقول له ايه بقى؟ اقول له القاعدة بتقول ان انا عندي 6 مليون اهي مدخلات، عشان اجيب الخاضع بتاعها
هضربه في الرقم الخاضع او المبيعات الخاضعة على اجمالي المبيعات. المبيعات الخاضعة عند حضرتك 5,400,000 على اجمالي المبيعات 9 مليون. اللي هيطلع هيبقى هو بالنسبة لي المدخلات الخاضعة للضريبة. اصل القانون بيقول ان حضرتك لما تيجي تعتمد على المبيعات او على المشتريات، اشتغل على المبيعات الاول وخلص مبيعاتك، ومشترياتك هتبقى بنفس النسبة بتاعت المبيعات. تاني، انا اشتريت ب6 مليون، الخاضع منها كام؟ اروح ادور على الخاضع في البيع. الخاضع هنا 5,400,000 من اصل 9 مليون. يبقى خد الرقم بتاع المشتريات واضربه في القيمة بتاعت المبيعات الخاضعة على الاجمالي. طب لما يدوت يبقى خاضع، يبقى الجزء الغير خاضع المعفي من الضريبة كام؟ 6 مليون في بسط ومقام. الجزء المعفي هنا كام في المبيعات؟ 3,600,000 على الإجمالي 9 مليون. اللي هيطلع من هنا معفي من الضريبة، اللي هيطلع من اللي فوق اضربه في 14% اللي هو سعر الضريبة بتاعي. يبقى انا كده ببساطة اشتغلت على المبيعات الاول وعرفت الخاضع وضربته في الضريبة، المعفي ضريبته 0، وبعد كده جبت المدخلات 6 مليون، هاخد الجزء الخاضع واحسبه على حسب المبيعات الخاضعة على الإجمالي، والمعفي هشوف المبيعات المعفية كام على الإجمالي. ويبقى أنا كده قدرت أحدد النقطة رقم 2. تعال نشوفها مع بعض. آدي العملية التانية. المخرجات عندي كلها ب9 مليون، آدي 9 مليون. 5,400,000 خاضع للضريبة، فضربته في 14% اداني سعر الضريبة. 3,600,000 معفي من الضريبة، ضريبتي 0. تعالى بقى للبائع المسجل. قال لي بالنسبة للبائع المسجل بتاع حضرتك ببساطة المبلغ كله 6 مليون. 6 مليون الخاضع هتضربه في مبيعات الخاضعة، يعني 6 مليون مضروبة في 5,400,000 على 9، 6 مليون في 3,600,000 على 9، 6 مليون في 5,400,000 على 9 هيديني 3,600,000. سعر الضريبة 14%. 6 مليون مشتريات في 3,600,000 اللي هي معفية من الضريبة، المبيعات المعفية، على 9 مليون إجمالي المبيعات، اللي هيطلع من 2,400,000. الضريبة بتاعتي 0، ملهاش أي ضريبة. ليه؟ قال لي عشان دوت من بائع غير مسجل أو هي سلعة غير خاضعة للضريبة. عرفنا؟ يبقى تاني لما اجي اشتغل مخرجات الاول واخلصها وارجع اشتغل على المدخلات بتاعت المخرجات بتاعتك. طيب تعالى نرجع للنقطة رقم 3. قامت الشركة او المنشأة بشراء سلع من السوق المحلي من بائع غير مسجل ب10 مليون جنيه، وقام بتصديرها للخارج ب15 مليون جنيه. حضرتك اشتريت بضاعة من بائع غير مسجل ب10، صدرتها لبره بكام؟ ب15. عشان ما تقوليش ان انا قلت لك حاجة وما عملناهاش. هنبدأ بالمخرجات الاول. انا عملت 15 مليون تصدير، وانا قلت لك التصدير بتاعي ضريبته كام؟ 0. حضرتك اشتريت ب10 مليون من تاجر غير مسجل، يبقى ضريبتي كام؟ 0. يبقى ده ضريبته 0 وده ضريبته 0. تعال نشوف العملية اللي بعديها. قام بالاستيراد سلعة من الخارج ب14 مليون، قيمة سيف. القيمة سيف هي قيمة البضاعة اللي في الخارج لحد الوصول للمينا، 14 مليون، معفاة من الضريبة الجمركية بنسبة 30%. الراجل اشترى من بره ب 14 مليون، راح لواحد حبيبه بتاع الجمارك قال له انا هعفيك من 30%، بس ادفع لنا 2 مليون او 4 مليون و200.
قلت له يعني انا لما ادفع ال 4 مليون و200 يبقى ده المبلغ كله؟ قال لي اه. بص حضرتك، هنقسم حلنا لحاجتين: مدخلات ومخرجات. تعالى بقى نمشي واحده واحده. اول حاجه عند حضرتك هتقول لي القيمه سيف. اول قيمه عندك سيف بكام؟ قال لي سيف عندي تقريبا عامله 14 مليون. اهو استيراد سلعه ب 14 مليون، دفع 4 مليون و200 رسوم جمركيه وهو واخد اعفاء 50%. يبقى حضرتك الرسوم الجمركيه المسدده 4 مليون و200، ولما اقول لك ان هو واخد اعفاء 30% يبقى الرقم اللي هو دفعه دوت بيساوي 70%. وانا قلت لك انا عايز اجيب المبلغ بتاعي، عايز اجيب المبلغ بتاعي بدون اي اعفاءات. يعني انا مش عايز ال70، انا عايز من حضرتك تقول لي اجيب ازاي ال100%. قلت لك اضرب طرفين في وسطين، اضرب 4 مليون و200 في 100 على 70. يبقى حضرتك هنا هتقول لي 4 مليون و200 في 100 على 70%، هيطلع قيمة المبلغ كله بالكامل اللي هو كام عند حضرتك؟ تعالى نحسبها مع بعض. 4 مليون وهي تساوي 70%، لما ضربناها طلعت 6 مليون. لما ضربت طلع ان الرسوم الجمركية الفعلية 6 مليون، مع ان الراجل دافع 4 مليون و200 من اصل 6 مليون. يبقى قيمة الاعفاء اللي خده 1,800,000. تعال اكمل لك بقية المسألة. بقول لي وقد بلغت الضريبة الجمركية المسددة 4 مليون و200 كما بلغت رسوم التنمية على السلع 5% وضريبة الجدوى 5%، وقام بسداد مبلغ 500,000 جنيه وتكلفة تخزين بالجمارك و250 نقل السلعة للمخزن، ثم قام ببيع هذه السلع في السوق المحلي بربح 40%، مع العلم ان الضريبة بتاعت القيمة المضافة 14%. تعال اقول لك على حاجة بس نحسبها مع بعض. حضرتك لما بيجي لك عملية استيراد من الخارج قدامك نقطتين، النقطتين دول اهم نقطتين: وصول البضاعة لحد المينا عند حضرتك، الجزء ده من اول القيمة سيف لرسوم التنمية والجدوى، القيمة دي او الجزء ده هو الجزء المتعلق بالمدخلات، يشمل القيمة سيف ورسوم التنمية وضريبة الجدوى. التلاتة دول يخص القيمة سيف لحد المينا. حضرتك هتقول لي البضاعة موجودة في المينا، عايز اجيب عربيات عشان انقلها من المينا للمخازن. اي مصاريف اخرى هيتم تحميلها على ضريبة المخرجات اللي هي المبيعات. اخرك المينا، يبقى كل اللي اتصرف من ثمن البضاعة لحد دخولها المينا هي قيمة الإجمالي اللي هحسبه على المدخلات. ما بعد كده مصاريف النقل والشحن والتخزين كل ده يتجمع على القيمة عشان أحسب منه المخرجات. تعال أقول لك على المثال بتاعنا هنا ونطبقه مع بعض تاني معلش. أول حاجة عند حضرتك القيمة سيف ب 14 مليون. بعد كده الرسوم المسجلة الجمركية 4 مليون و200، 30 أو 70%. لما جبنا الرسوم الجمركية الكلية 4 مليون في 100 على 70 طلعت 6 مليون. عندنا بعد كده رسوم تنمية، قال لي رسوم التنمية 5%.
عندي ضريبة جدوى قال لي 5%. بعد كده عندي مصاريف، يبقى عندي ضريبة جدوى 5%. بعد كده عندي مصاريف تخزين 500,000. بعد كده عندي مصاريف نقل 250. عندي هامش ربح 40%. عندي ضريبة قيمة مضافة 14%. طيب تعالى بقى نشتغل على ضريبة المدخلات. تمام؟ أول حاجة هناخد ال 14 مليون بتوع صيف، وناخد الرسوم الجمركية كلها بالكامل 6 مليون. 14 مليون و6 مليون أجمعهم مع بعض 20 مليون. أجيب منهم رسوم التنمية 20 مليون مضروبين في 5%، قال لي هيديني مليون. تعالى نعمل ضريبة الجدوى 20 وواحد 21 مليون، أضربهم في 5%، هيديني 1,050,000. تعالى نشوفها مع بعض. اداني 1,050,000. يبقى انا كده خدت صيف والرسوم الجمركيه والتنميه والجدوى. اقف لحد دول واجمعهم على بعض 14 مليون زائد 6 مليون زائد مليون زائد 1,050,000 20 21 22 مليون و50 ألف. ايه الرقم دوت؟ ده رقم قيمة المدخلات من غير الضريبة. تعال احسب لك الضريبة بتاعته. 22 مليون و50 في 14% هيديني رقم الضريبة اللي هو عند حضرتك عامل 3 مليون 87 ألف. 3 مليون 87 ألف. عامل عند حضرتك 3 مليون، ادي ال 3 مليون 087 ألف. كده انا خلصت لك الجزء بتاع المدخلات. تعال اشتغل معاك نفس الجزئية بس على المخرجات. هعمل ايه؟ هقول لحضرتك حاجة. هناخد اول حاجة القيمة صيف 14 مليون. هاخد المبلغ المسدد من الرسوم الجمركية، كنت مسدد 4 مليون و200. هاخد الجزء بتاع رسوم التنمية، كنت حاسبه طلع مليون. الجزء بتاع ضريبة الجدوى، ضريبة الجدوى عندي عاملة كام؟ 1,050,000. هاخد الجزء بتاع مصاريف التخزين عامل عندي 500,000. هاخد الجزء بتاع مصاريف النقل 250,000. هجمع كل دول مع بعض، مع العلم ان انا في ضريبة المخرجات اشتغلت على الرسوم الجمركية المدفوعة فعلا اللي هي 4 مليون وكام و200. ادي 4 مليون و14 18 مليون 19 20 مليون 500 20 مليون 750 20 مليون 800 وهنا 2 وهنا 200، هيبقى 20 مليون و200، يبقى عامل تقريبا 20 مليون و800 ومعايا 200 تقريبا 21 مليون. نقولها تاني: 14 و4 18 200 19 مليون و200 20 مليون و200 20 مليون 750. تعال نجمعهم هنا، هيعمل كله مصاريف النقل عامل 21 مليون. ادي 21 مليون. تمام؟ ال 21 مليون دول اسمهم تكلفة المبيعات. انا عايز اجيب قيمة المبيعات، مش عايز التكلفة. قال لي قيمة المبيعات دي عشان تجيبها حضرتك هتجيب تكلفة المبيعات اللي هي ال 21 مليون وتجمع عليها هامش الربح بتاعك
21 مليون هامش الربح كان 40%. تعال اقول لحضرتك هتطلع بكام؟ 21 زائد 21 في 40% هتطلع عند حضرتك 29 مليون و400 قيمة المبيعات بدون ضريبة. طب انا عايز احسب الضريبة، اخد ال 29 مليون 400 واضربهم في 14%، طلع الضريبة عند حضرتك هنا كام؟ 4 مليون 116 ألف. يبقى انت كده خلصت المسألة. طب انا قلت لك لما نيجي نعمل الجدول نبدأ بمين الأول؟ قال لي حضرتك ابدأ بالمخرجات الأول. ادي المخرجات. شوف انت خرجت في السوق الخارجي كام؟ قال انا كنت مصدر ب 15 مليون ومفيش ضريبة. السلع المحلية الخاضعة للضريبة، تعال امشي معايا واحدة واحدة. العملية الأولى والتانية ونشوفها مع بعض. سلعة محلية خاضعة للضريبة أهي، السوق المحلي 5 مليون خاضع للضريبة، أدي 5 مليون. تعالى العملية بعديها، أنا بتكلم على المخرجات. مخرجات السوق المحلي الخاضع للضريبة 5 مليون 400 و5 مليون، يبقى أنا كده بتكلم في 10 مليون 400. تعال نشوف في تاني كده ولا لأ في العملية التالتة. مفيش، يبقى أنا بتكلم في الجزئية دي بس في حوالي 10 مليون و400. اهو 10 مليون 400 بسعر الضريبة بتاعتهم هي هتجمعها. اما السوق المحلي الغير خاضع للضريبة، تعالى تاني. العملية الاولى كانت 5 مليون، ضريبتها كانت كام؟ 700 ألف، خد ال 700. العملية الثانية السوق المحلي الخاضع 5 مليون 400 ب 756، هنا 756 اجمعهم، ادي 3 اصفار 6 5 4 1، ده سعر الضريبة. وال5 مليون 400 وال5 مليون 10 مليون 400 دي القيمة. طب الغير خاضع للضريبة هنا مخرجات من بائع غير مسجل 4 مليون، المخرجات من بائع غير مسجل 3 مليون 600. يبقى انا كده بتكلم في كام؟ قال لي بتكلم في 7 مليون 600. دي العملية الثانية. العملية الثالثة المخرجات ده تصدير، ملناش دعوة بالتصدير. تعالى كده معايا اهو، المخرجات هنا عامل 3 مليون 600، وهنا عند حضرتك الضريبة بتاعتي صفر. تعال نروح بعد كده للسلع المستوردة منين؟ من الخارج. فاكر لما عملت لك المخرجات والمدخلات اللي هي العملية رقم 4؟ تعال نحسبها مع بعض. العملية رقم 4 ادي العملية رقم 4، ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، بس انا عايز المخرجات اهي. ادي القيمة بتاعت المخرجات عاملة كام؟ عاملة عند حضرتك 229 مليون 400. ضريبتها كام؟ 4 مليون 116. 29 مليون 400 4 مليون 116، دي اسمها مخرجات السلع الايه؟ المستوردة. زي ما عملت مع المخرجات الاقي في حاجة اسمها مردودات المخرجات. المردودات كانت 100,000، ليه حطيتها بين قوسين؟ عشان هتطرح من الاجمالي. ال 100,000 دول حاسبنا الضريبة بتاعتها 14,000، ليه بين قوسين؟ عشان هطرحها من الرقم اللي فوقيها. اجمالي الضريبة ناقص المردودات اداني صافي الضريبة، اجمالي القيمة ناقص المردودات اداني صافي القيمة. زي حضرتك ما عملت في المدخلات في المخرجات هتعمل في المدخلات. البائع المسجل خاضع للضريبة 3 مليون 600 والضريبة بتاعته. بائع مسجل غير خاضع للضريبة 2 مليون 400 مفيش ضريبة. بائع غير مسجل عند حضرتك هنا عندك ب 14 مليون ضريبتها صفر. بعد كده هقول لك السلع المستوردة. لما جينا حسبنا السلع المستوردة وشفنا تكلفتها كام، حضرتك العملية رقم 4 قيمة المدخلات عاملة عند حضرتك 22 مليون 50 ألف، ضريبتها الضريبة عندي 3 مليون 87. ادي حضرتك 22 مليون 50 وهنا المبلغ بتاعي 3 مليون 87. حضرتك اجمع لي الاتنين دول مع بعض هيديك الرقم ده.
اجمع التلاتة هيديك ده. حاصل طرح الاتنين اداني القيمة الايه؟ المستحقة. حاصل طرح ضريبة المخرجات ناقص المدخلات اداني الضريبة المستحقة. تعال اوريك اسئلة البابل شيت. اول سؤال: بلغت قيمة ضريبة مخرجات السلعة المحلية الخاضعة للضريبة كام؟ السلعة المحلية الخاضعة للضريبة عندك قيمتها بكام؟ تعالى ادي الجدول بتاعنا وادي السلع المحلية الخاضعة للضريبة. مخرجات السلع المحلية الخاضعة للضريبة عند حضرتك ضريبتها هنا عاملة 4,456,000 جنيه. تعالى كده نشوف الاختيارات. قال لي حضرتك اختياراتك 1,456,000 ولا 1,544,000 ولا أخرى؟ لا، 1,456,000. بلغت قيمة المخرجات الغير خاضعة للضريبة. تعالى للجدول بتاعنا ادي المخرجات الغير خاضعة للضريبة عند حضرتك هنا 1,040,000 وهنا برضو عندك 3,600,000. يبقى هتجمع الاتنين دول مع بعض. هنا عامل عند حضرتك 10,040,000 وهنا عامل 3,600,000. يبقى هيطلع الناتج بتاع حضرتك كله مع بعضه 13,600,000 وايه و40. هتيجي هنا هتقول لي الرقم هو كله 18 مليون وكام و600. تعال نشوفها تاني. بلغت قيمة المخرجات الغير خاضعة للضريبة. بلغت قيمة المخرجات الغير خاضعة للضريبة هنا 15 مليون، 10 مليون 400 هيبقى 16 مليون و400. يبقى هنا عندي جمعت الاتنين دول اداني 16 مليون 400 وعندك هنا 3 مليون 600. لما تجمع كل دوت هيديك تقريبا 20 مليون. تعال نشوفها مع بعض. قيمة المخرجات الغير خاضعة للضريبة. المخرجات في السوق المحلي الخاضع، المدخلات، مخرجات من السوق المحلي الخاضع للضريبة اهو، الغير خاضع للضريبة عامل عندي 3 مليون 600. دي أول حاجة. مخرجات 10 مليون وهنا 3 مليون 600 يبقى 13 مليون و600. 3 مليون 600 وعندك هنا 15 مليون يبقى الإجمالي 18 مليون و600. يبقى حضرتك هتيجي تقول لي احنا لما حسبناها طلعت 18 مليون 600. ادي ال 18 مليون 600. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بلغت قيمة المخرجات الغير خاضعة للضريبة. حضرتك هتدور على المخرجات الغير خاضعة للضريبة. العملية الأولى المخرجات خاضعة للضريبة. العملية الثانية المخرجات 9 مليون. ال9 مليون دول فيهم جزء خاضع وجزء معفي. هنا الخاضع للضريبة وادي الغير خاضع للضريبة. الغير خاضع للضريبة كام؟ قال لي الغير خاضع للضريبة عامل 3 مليون 600. العملية اللي بعديها هتصدر ب 15 ودي غير خاضعة للضريبة. جمعتهم بقى 18 مليون 600. هختار 18 مليون 600. قيمة مخرجات السلع المستوردة. حضرتك السلع اللي انت استوردتها من الخارج قيمتها كام؟ تعال ندور مع بعض على السلع المستوردة ونشوف قيمتها اللي هي العملية رقم 4. ادي السلع المستوردة. حضرتك المخرجات بتاعها قيمتها كام؟ قيمتها 29 مليون 400. يبقى هختار القيمة بتاعتي 29 مليون 400. ضريبة القيمة السلع المستوردة اضرب ده في 14% هيديك الضريبة بتاعها. اجمالي قيمة المخرجات حضرتك هتروح للجدول وهتلاقي هنا كلمة الاجمالي معلش الضريبة قال لي القيمة 5 مليون 840. ضريبتها عند حضرتك 5 مليون 572. يبقى هنا عاملة عندي 5 مليون 840. الضريبة بتاعتها 5 مليون 572. قيمة الضريبة على مردودات المخرجات. المردودات كانت 100,000 ضريبتها 10% 14%. هاخد ال 100,000 في 14%.
هتقعد بقى تحل كل الاختيارات دي بناء على الحل اللي انت حليته. ده التمرين رقم 2. وانا حليت مع حضرتك في المحاضرة التمرين الاولاني وقلت لك على التاني.